السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أكلة سي فود لعشاق السي فود بطريقة مختلفة وبسيطة. النهاردة معانا سمكة لوط، إن شاء الله هتعجبكم الطريقة ديت وهتنسوا أي طريقة تانية خالص. ومعانا جمبري ومعانا بطاطس، هنعملها بصينية بطاطس إن شاء الله. معانا الخضار اللي هنشتغله والبهارات وباقي المكونات التانية هنشتغلوها وهوريها لكم حاجة حاجة هنشتغلوا بيها ازاي، لان هعمل لكم النهارده مع السمكه ديت صينيه بطاطس وهنعمل معاها شوربه جمبري بطريقه برضو سهله وبسيطه، ممكن تكونوا عارفينها وهتعجبكم، بس فيها تكات بتاعت الشيف محمد مرجان. ونبتدي معانا دلوقتي. بعد ما جبنا السمكه نضفناها وفتحناها ونشفناها خالص ونشفنا الميه اللي فيها، وجبنا الجمبري برضو قشرناه لان احنا هنحتاجه القشر بتاعه اللي احنا نشتغل منه الشوربه. وهوريكم حاجه بسيطه برضو عشان تبقوا عارفينها لما نيجي نشتغل بالجمبري. دلوقتي هوريكم طريقه خلي الجمبري لان نستفاد من القشر بتاعه واللحم بتاعه كمان. طريقه سهله وبسيطه. سكينه او ستيك اللي هو بتاع الشيش طاووق دوت يبقى اسهل عشان نسحب منه عرق الرمله. طريقه سهله. بعدها نشيل الراس ونفتح الظهر عشان يجي معانا، ونشد عرق الرمل. هيجي معانا على طول مع الظهر واحنا بنشيل. طريقة سهلة. واحدة كمان برضو، نشيل الراس نفتح الظهر، هيجي معانا واحنا بنشيل الرمل على طول، واحنا بنشيل الكبد القشر بتاعه. القشر طبعا احنا قلنا مش هنرموه عشان هنستخدمه في الشرب. نديله شطفة بسيطة برضه عشان ممكن يكون فيه رملة ولا فيه أي حاجة مستخبية فيه. ودلوقتي هنبتدي نعمل التتبيلة بتاعت السمكة. هنعملها مرة واحدة، هنتبل منها الجمبري لأن الجمبري هيتحط على السمكة من فوق، وهنعمل منها برضه نسيب شوية للبطاطس وشوية للشوربة، كلها تبقى تيست واحد، وهتختلف طبعا في الطعم في حاجات كتيرة. قبل ما نعمل أي حاجة شرحنا السمكة عشان التتبيلة تخش في اللحم بتاع السمكة وتاخد التيست بتاع التتبيلة كله. نبتدي واحدة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي كبة، عندي مطحنة، وعندي كل حاجة، بس أنا بفكركم بالحاجات القديمة اللي ليها طعم، بتدي طعم وبتدي روح، بتدي كل حاجة حلوة للمطبخ القديم بتاعنا. أنا معايا البهارات بتاعتي بحب أحمصها وبعملها فريش واحدة واحدة عشان ما تفقدش الزيوت بتاعتها. هنبتدي معانا كمون، فلفل أسمر، كزبرة، رشة ملح، مش هنكتر ملح لأن أنا هحط مستردة. نبتدي واحدة واحدة كده. الحاجة لما بتكون بتطحن عندك في البيت تعرفي اللي هي أصلية ومش مغشوشة، ما يبقاش عليها أي حاجة تانية تكون اتخلطت بيها. اللي هو الزيوت بتاعتها نبتدي معانا واحدة واحدة كده. اللون القديم دوت عايز الساحة بتاعت زمان، غير الكبة بتاعت دلوقتي تك على الزرار كل حاجة انتهت. وبعد ما دقينا الحاجة ديت ما اقولكمش ريحة عاملة ازاي، كأني قاعد في سرجة عطارة بصراحة بأمانة والله. الحاجة هي لما بتطحن فريش تبقى حاجة تانية خالص. تمام. معانا حاجة تانية، ده تيست من عندنا، اللي حابب يعمله أو يقدر يعمله حاجة سهلة وبسيطة أوي. القشر بتاع الجمبري بيتحمص وأحط له توابل معينة وأحمره وأطحنه يبقى بودر زي ما احنا شايفين كده. دوت بيعديك يوديك حتة تانية خالص. ده لو متاح لأي حد يعمله، يتحط على الرز، يتحط على البطاطس بتاعت السمك، يتحط على السمك، كأنك بتاكل مية البحر، حاجة تانية خالص. معانا دلوقتي هنحط الثوم على البهارات اللي احنا طحناها كلها، اللي هي الكزبرة، الكمون، الفلفل الأسمر، الملح. نحط عليها الثوم،
حتتين كرفس مش كتير، فلفل حامي اللي حابب يحط، اختياري برضه. برضه نحطهم مع بعض مع البهارات كلها مع بعض. انتهينا من فرم الخلطة كلها، هننقلها من الهون خالص عشان هنزود عليها حاجات تانية برضه عشان نعرفوا نمكسها مع بعض. تمام. ريحتها حاجة ما تتوصفش. معلقتين مستردة مش كتير عشان احنا حاطين ملح برضه مش هنكتروا فيه، بس ديت في السمك روح السمك روحه مستردة برضه حاجة تانية خالص. تمام. احنا ممكن نزود على حسب اللي حابب يعني، ومعانا جوز الطيب دوت اختياري اللي حابب يحطه يعني، لان في ناس كتير ما بتحبش تستخدمه بس بيفرق حاجات كتير. ونبتدي نحط نقطة خل بسيطة، نقطة زيت، عصرة ليمون، انا بعصر بايدي انا عشان عايز المعيار اللي انا عايزه، بس مش عايز احط كتير. نقلبهم تمكيس حلو كده. الميكس كله مع بعضه حاجة فظيعة، اتمنى ان الناس كلها تجربها. مش هتمشوا على الطريقة ديت لما تيجي تعملوا السمك. نبتدي دلوقتي نحط على السمكة نحاول بقى نخلي كل حاجة فيها تتشرب التتبيلة دي، هتفرق كتير لما تتشرب كلها. نغمس بيها كده كلها عشان السمكة اللحم اللي فيها كله يشرب التتبيلة. السمكة تتاكل كده من الريحة اللي طالعة من التتبيلة دي، تتاكل لوحدها، تتاكل كده لو فريش تتاكل حاف على طول، زي ما الجمبري لما بيبقى فريش، كاليماري، الحاجات ديت ناس كتيرة بتحب تاكلها وهي نية. ده مدمنين السي فود بقى، مش هنقوله اللي بيحب السي فود، المدمنين ذات نفسهم. تمام. ناخدوا بقية التتبيلة نتبلوا بيها الجمبري. ناخد بقية التتبيلة برضه، ناخد معلقة بسيطة منها لأن أنا عندي تتبيلة كتيرة هنا عند السمكة، دولت هنقلب بيهم مع بعض، نركزهم مع بعض خلوهم يتشربوا. على فكرة السمك السي فود عموما مفيش حاجة اسمها يتبل ويخش التلاجة يقعد ساعة وساعتين والكلام ده كله، مش لحمة ولا فراخ. وبرضه في حاجات اللحوم ذات نفسها مش محتاجة تتبيل كتير أو تقعد في التتبيلة كتير. السي فود دوت تبل واشتغل على طول، مش محتاج اللي هو يقعد ساعة أو ساعتين والكلام ده كله، هو ذات نفسه يعني بيشرب التتبيلة على طول، مع التتبيلة بتاعته بيشربها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي دلوقتي نوزع الجمبري ده كده. في ممكن انا مش عايزها تبقى حاجه بطريقه، ممكن نحط عليها خضار، فلفل، طماطم، اللي هي طريقه السنجاري المعتاده يعني. هتلاقي ميه كتيره نزلت منها، فانا مش هحط لك طماطم ولا اي حاجه، اي خضار يبقى موجود فيه ميه، عشان ديت حلاوتها وهي ناشفه تبقى دراي كده. ان الجمبري فيه ميه والسمكه بيبقى فيها ميه، وانا عاملها في صينيه بطاطس اصلا، فهنديها برضو ايه كوبايه ميه عشان البطاطس تستوي معايا. انا مقطعها قطع رقيقه قوي عشان دوت مش هتاخد سوا. اخر حاجه بالنسبه لها هتبقى نص ساعه يعني ان شاء الله. تمام. اقلب
هنبتدي معانا دلوقتي هنشتغل في صينية البطاطس. نحط البطاطس قطعناها شرايح رقيقة، أقصى حد السكنس بتاعها ربع سنتي. بصل، فلفل حامي اللي حابب برضه اختياري، نص ليمونة متقطعة شرايح تدي تيست حلو برضه، طماطماية، شبت، بقدونس وكزبرة. كل دوت ميكس مع بعضه. شوية زيت، معلقة من التتبيلة اللي احنا عاملينها طعم البطاطس، نركزهم كويس مع بعض. انا عايز الناس تجرب الطريقة ديت وتدعي لي. انا عايز دعوة حلوة. بعد ما خلطنا البطاطس والخضار والتتبيلة اللي احنا كنا عاملينها للجمبري وللسمك، زودنا شوية زيت. نحط السمكة، بسم الله الرحمن الرحيم، نفردها عليها. بس حتتين زبدة مش كتير، تدي طعم وما ينشفش معانا. السمكة حتى لو شربت المية بتاعتها والجمبري شرب المية بتاعته هتدي تيست وهتبقى حاجة جميلة معانا. حاجة أنا جوعت والله بأمانة، أنا جوعت، الريحة جوعتني. ونحطها دلوقتي ونخش بيها على الفرن. وقبل ما ندخلها الفرن نحط كوباية مية مش كتير، منجيش ناحية السمك، نحطها على البطاطس عشان تطعم كلها وتستوي. على درجة حرارة 180 من نص ساعة لساعة الا ربع. نحطها في الرف اللي في النص والفرن شغالة من فوق ومن تحت. ونبتدي نشتغل على الشوربة. حطينا شوية زيت مش كتير لأن هنشتغله بزبدة برضه، معلقة زبدة، هنحط هيل، حبة مستكة، المتاح. بعد ما يدوب ده كله في بعض والمستكة تدوب معانا والحبهان طلع ريحته، ننزل نشوح قشر الجمبري الروس كده ياخد ويدي مع بعضه 5 دقايق بس. ياخد الريحة بتاعت المستكة وبتاعت الحبهان 5 دقايق. بعد ما القشر والرز ديت نزلت العصارة اللي فيها لونها بقى تمام زي لون الجمبري المستوي، ننزل معايا بصلة، معايا كرفس، طماطماية، جزرة، فلفل أخضر. في اللي حابب يحط حامي يحط، اللي حابب يحط بارد، شغال كله شغال. نقلبهم ونحطهم مع بعض. نسيبوها برضو حوالي 5 دقايق تاخد وتدي مع بعضها. بعد ما دابت معانا الخضار والقشر وكله، حاجة ما تنسوهاش التتبيلة اللي احنا كنا حاطينها للسمك والجمبري، فيها كل حاجة، فيها الملح وفيها المستردة وفيها الفلفل الأسمر والكزبرة وكل حاجة محطوطة فيها. كل اللي احنا علينا هنقلبها شوية بس كده، ونحط لها مية سخنة. بس ما كترش مية عشان برضو ايه التست بتاعها يبقى ايه كويس معانا. ونغطيها عمل ما السمك والرز يخلص، ونسيبها شوية لحد ما تاخد وتدي مع بعضها.
ونغطيها ونسيبها حوالي تلت ساعة نص ساعة. بعد كده نرجع لها تاني ونفرمها بالهاند بلندر. نرجع للشوربة بعد ما استوت، ريحة ما شاء الله. نضربها بالهاند بلندر لحد ما تنزل معانا خالص. بعد ما تنعم معانا نصفيها ان شاء الله بالبتاع. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا السمكة. حاجة بسم الله ما شاء الله، ريحة وتست. عايزكم تجربوا الطريقة ديت وتدعوا لي عشان تشوفوا الطريقة اللي أنا بعملها ديت. وفي عملنا معاها رز أبيض، وفي اللي بيحابب بقى كل واحد على حسب ذوقه، رز أبيض، رز صيادية، رز بالعدس الأصفر، كل دوت الأنواع ديت تمشي مع السمك. وإن شاء الله هبين لكم في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله أنواع الرز اللي تمشي مع أي حاجة، تمشي مع اللحوم، تمشي مع الأسماك، تمشي مع الطيور. عملنا شوربة الجمبري بطريقة سهلة وبسيطة، يا ريت تعجبكم وتعلقوا لي في الكومنتات إذا كانت الطريقة عجبتكم ولا لأ. ويا ريت المتابعة واللايك والشير عشان أكبر معاكم وتلاقوا جديد وتلاقوا حاجات كتيرة أكتر من كده تعجبكم إن شاء الله. واللي عايز حاجة واللي عايز أي طريقة أنا مستنيكم في الكومنتات إن شاء الله. الشيف محمد مرجان.